أخيرا بدأ الدوري المصري بمباراة بيراميدز ووادي دجلة، واللي خلصت بتعادل 0-0. مفاجأة بالنسبة لي مباراة الزمالك واللي كسب 2-0 على فريق سيراميكا اللي دفاعيا كان زي الزفت، والمصري اللي كسب 3-1 على الاتحاد. هنتكلم على كل ماتش يعني نص دقيقة مثلا. يعني عندنا زي ماتش بيراميدز، أنا لازم التحكيم يحط بصمة. يعني الطرد بتاع وادي دجلة أنا معرفش ليه طرد بصراحة. هتقول لي هو فرق؟ طبعا فرق. يعني الطرد ده، لولا الطرد ده اظن ان واد دجله ما كانش هيدافع، او كان يدي فرصه ان بيراميدز يرجع تاني في المباراه ويمسك كوره، وكان ممكن يكسب في اخر دقيقه. بس هو ما كانش فيه خطوره. ايفرتون الوينج الشمالي اللي هم جابوه ملوش اي تاثير خالص، وحتى التغييرات لما نزلت ما كانش فيه تغيير. هو التحكيم كان 10/10 لولا الطرد بتاع وادي دجله، اللي انا بالنسبه لي يعني شايف انه ملوش اي ستين لازمه. الحاجه التانية بقى في ماتش الزمالك، وبالنسبه طرد بتاع وليد الكارتي 100% صح. ماتش الزمالك بقى برضو لازم تحكيم يحط اثر. دونجا في كوره في الشوط الاول عمل فاول، الحكم عمل نفسه ولا كانه شايف. اظن ان ده لو كان خد انذار كان هيبقى الانذار التاني وطرد. اللعبة شبيهة للعبة وليد الكايتي، بس هي بصراحة ما تستحقش طرد، هي تستحق انذار. طيب الزمالك يستحق الفوز؟ يستحق الفوز النهارده، بس لو طرد دونجا كان الطرد كان هيفرق طبعا. بس الزمالك كسب، لعب دفاعيا صح. لولا الكرة اللي جت في العارضة اللي طبعا سيراميكا في الشوط الأول كان ممكن تفرق. بس شيكو بنزا ما اقدرش احكم عليه من أول مباراة. اللي اقدر احكم عليه او اللي لقيت فيه عنده شوية كورة وهيتعب فعلا المنافسين بالنسبة للزمالك هو ادم كايد، لعيب اللي نزل لعب وينج شمال ودخل، هو اللي عمل الجون لناصر ماهر اللي استلم لوحده جدا وما كانش فيه دفاع خالص، حطها خبطت في رجل رجب نبيل اظن ودخل الجون التاني محمد شحاته 10/10 لمح الجون. ما اعرفش ليه متقدم، بسام ليه متقدم، لعبها من نص الملعب، جون 10/10 بصراحه. غلطات سيراميكا دفاعيا ان هو دايما بيلعب مهاجم قصاد الزمالك، بيلبس ليه؟ ما بيغطيش دفاعيا بالنسبه لدفاعه. علي ماهر بيسيب دفاعه مفتوح لنادي الزمالك وباينه قوي، فغلطات دفاعيه، هجمتين مرتدين بجونين، شكرا. دوري بدايه قويه جدا لنادي الزمالك. بيراميدز المره الرابعه على التوالي في الدوري يتعادل اول مباراه. ده مش مقياس، خسر اول نقطتين بس مش مقياس.